بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الفعاليات في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها فلسطين وتعيشها الأمة تحيي في الأمة روح الانتماء الحقيقي، أولا لدينها ومقدساتها وإخوانهم في فلسطين. هناك الذين يعانون الدمار والقتل وسفك الدماء وهدم البيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد وكل مرافق الحياة. هذه الفعاليات تجعل الأمة متواصلة مع ما يجري. هذه الأمة تحيي فيها روح الانتماء لدينها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. هذه فعاليات ممتازة وفعاليات رائعة وفعاليات نابضة بالحياة وفعاليات مهمة وضرورية أن تحصل في كل عاصمة وفي كل مدينة وفي كل بلد من بلدان أمتنا الإسلامية. أما ما يجري في فلسطين فهو يحتاج إلى وقفة جادة من الأمة. العدو تدعمه أوروبا وتدعمه أمريكا وتدعمه الهند يدعمه الغرب ويدعمه الشرق، ونحن أمة قوية تزيد على 50 دولة، تزيد على 2 مليار. أين دعمها وأين قوتها وأين مالها وأين سلاحها وأين جيوشها؟ ولماذا ينفرد هذا العدو بالأقصى وبالقدس وبفلسطين وبغزة ويقتل من يشاء ويبيد من يشاء ويجوع الناس، يغلق المعابر؟ الناس الآن أصبحت على مقربة من مجاعة حقيقية. ولذلك نحن نطالب الأمة أن تكون عند مسؤولياتها، عند دينها، أن تكون وقفتها وقفة جادة رجولية. الأمة ليست ضعيفة، الأمة عندها قدرات وعندها إمكانيات وعندها أعداد من الشباب ومن الخبراء والعلماء والقادة والجيوش. ولذلك نحن نطالب الأمة أن تكون عند مسؤولياتها. القدس وفلسطين ليست لأهل فلسطين وحدهم، وإنما القدس وفلسطين هي للأمة العربية والإسلامية، فهي أرض وقف إسلامي. أنا أقول بأن الأمة لو وقفت وقفة جادة فلن يبقى هذا العدو على أرضنا ولن يبقى ينخر في عضد هذه الأمة، لأنه عدو جبان، عدو يعتمد على الآخرين، عدو وعدنا الله تعالى بالنصر عليه، والنصر قادم قريبا إن شاء الله تعالى.